كل ريسيبي في الكتاب ده وراها تجارب كتير قوي، والسوفت ميلك بريد كانت من اكتر الوصفات اللي كررت التجربة بتاعتها وطورتها. تعالوا نشوف النهاردة هنعملها ازاي مع بعض، لان ده اكتر نوع عيش بحبه يبقى موجود في البيت دايما. اول حاجة هنسخن الحليب لحد ما يكون دافي، وبعد كده هنضيف عليه العسل والخميرة ونقلبهم كويس. هنسيبهم من 5 ل10 دقايق لحد ما الخميرة تشتغل. في بولة العجن هنحط الدقيق والملح والبيكنج صودا ونقلبهم مع بعض، وبعدها هننزل عليهم بخليط الحليب والخميرة ومعاها البيضة والزبدة. العجينة هتاخد من 12 ل 15 دقيقة عجن لحد ما تبقى ناعمة ومرنة وتنجح في الويندو بين تيست، يعني لما تفردي منها حتة صغيرة تديكي طبقة رفيعة من غير ما تتقطع. هنغطيها ونسيبها تخمر حوالي ساعة في مكان دافي أو لحد ما حجمها يتضاعف، وبعدها نشكلها على شكل رغيف ونحطها في قالب لوف عليه ورق زبدة ونسيبها تخمر مرة تانية من 20 ل 30 دقيقة لحد ما تبقى منفوخة. هندهن الوش ببيضة مع رشة فلفل أسود ونرش شوية سمسم، وبعد كده هندخلها فرن سخن على درجة حرارة 180 من 30 ل 35 دقيقة لحد ما تاخد لون ذهبي حلو. سيبوه يبرد شوية قبل التقطيع واستمتعوا بأطرى رغيف ممكن تعملوه في البيت. جربوه وقولوا لي رأيكم.